دوري بعنوان 2 بس من الحكام هم اللي يحكموا للنادي الأهلي، ما فيش أمين عمر، في كابتن مصطفى الشهدي. لك أن تتخيل آخر 9 مُطوشة للنادي الأهلي في الدوري، 3 مُطوشة لكابتن أمين عمر و3 مُطوشة لمصطفى الشهدي، يعني كل حكم فيهم محكّم 30% للنادي الأهلي، يعني بعد الفضايح التحكيمية اللي عملها أمين عمر وعدم احتسابه لركلتين جزاء لنادي الجونة امام النادي الاهلي، اتحاد الكوره بقى بيقرر يجيب الاستبن بتاع امين عمر اللي هو مصطفى الشهدي، واحد بيسلم واحد، تحس ان حكام الدنيا كلهم خلصوا مفيش غير الاتنين دول. لو رجعنا لتاريخ مصطفى الشهدي في المباريات اللي فاتت، عندك مباراه الاهلي والاتحاد السكندري ومباراه الاهلي ووادي دجله، سبحان الله مباراه الاتحاد اللي بتخلص 2-1 للنادي الاهلي وفيهم ضربه جزاء لا تحتسب، سبحان الله نفس الصدفه بردك النادي الاهلي بيلعب امام وادي دجله اللي بيكسب فيه الاهلي 3-1 وبيحسب بردك مصطفى الشهدي ضربه جزاء غير صحيحه للنادي الاهلي. انت كابتن مصطفى شهدي او اي حكم بيلعب للاهلي او للزمالك او اي فرقه كبيره ما يظلمش الفرق الصغيره عشان يبقى دوري نضيف، عشان يبقى دوري جميل، عشان نستمتع بكره القدم. لو للزمالك او للاهلي او للاسماعيلي او اي فرقه خلقها ربنا، راعوا ربنا في التحكيم المصري.